اهلا بيكم في كرشين الهوانم. اتمنى تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله انا هعمل القطعه الجميله دي، حلوه جدا وسهله جدا جدا وسريعه جدا. دي انا اشتغلتها بخيط قطن اليزا ديفا، خيط رفيع، سمك رفيع، واستخدمت معاه ابره مقاس 3. بنعملها قطعه واحده مش وحدات، يعني انت بتشتغليها قطعه واحده على طول مش وحدات وبنشبك. هنبتدي على طول وهنشوف ازاي بنبتديها. هقول بسم الله كده. هبتدي بإبرة برضو مقاس 3 وخيط اليسا ديفا. اقول بسم الله وهبدأ. ادي عقدة البداية. بعد كده هشتغل 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهاجي اعد كده 1 2 3. في الغرزة الرابعة هشتغل منزلقة، اطلع مرة واحدة من الحلقة. بعد كده الغرزة اللي بعديها على طول هدخل تاني واسحب واطلع مرة واحدة منزلقة، والغرزة اللي بعديها اسحب واطلع مرة واحدة منزلقة. بعد كده تتكون عندي دايرة صغيرة خالص تحت هنا. هشتغل على طول 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. هلف الشغل، هسيب الغرز دي واجي في الدايرة الصغيرة اللي اتكونت عندي واشتغل عمود بلف 3 لفات على الابرة، فلف واطلع من كل لفتين مع بعض، وارجع تاني 5 سلسلة. هلف الخيط على الابرة وفي قلب الدايرة برضو هشتغل عمود بلف، وارجع تاني 5 سلسلة. هلف الخيط على الابرة وفي قلب الدايرة عمود تاني بلف. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، وهاجي هنا فاكرين الغرز اللي انا سبتهم كانوا الغرزتين. هاجي في اخر غرزة هدخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة، هتتكون عندي الدايرة بتاعتي. بعد كده اشتغل سلسلة واحدة، ممكن اخد خيط البداية ده معايا وانا شغالة، واجي في قلب الفراغ ده نفسه هسحب الخيط والف واطلع من الغرزتين غرزة حشو من الحلقتين. بعد كده الف الخيط على الابرة، هاجي في الفراغ اللي بعده اشتغل 4 عواميد بلف، الف واطلع من كل لفتين مع بعض. اول لفتين، تاني لفتين، ادي العمود التاني، العمود التالت، وادي العمود الرابع، 4 عواميد. بعد كده لفة 2 في قلب المكان هشتغل عمود بلفتين، الف واطلع من كل لفتين مع بعض. ادي 1 2 3. اشتغل 3 عواميد بلفتين، اول لفتين، تاني لفتين، تالت لفتين. بعد كده بشتغل 5 سلسلة، واجي في نفس المكان هدخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. بعد كده هلف الخيط على الابرة وعلى طول في الفراغ اللي جنبه هرجع اكرر 4 عواميد بلف، 1 2 3 4. بعد كده 3 عواميد لفتين، اول لفتين، تاني لفتين، تالت لفتين. ادي اول 1، ادي التاني، ادي التالت.
بعد كده هرجع اشتغل 5 سلسلة، واجي في نفس المكان ادخل اسحب واطلع مرة واحدة منزلقة. بعد كده الف الخيط على الابرة وهكرر تالت بتلة برضو 4 عواميد بلفة. بعد كده تالت عواميد 3 عواميد بلفتين، نطلع من كل لفتين مع بعض. ادي 1 2 وادي العمود التالت. تلاقوها بدأت تتكون عندي زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى مش هقفل ب5 سلاسل عشان انا هبتدي الوردة اللي جنبيها. فهعمل ايه؟ بعد ما اشتغلت ال3 عواميد اللي بلفتين هشتغل 14 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سلسلة. هاجي برضو اعد 1 2 3 وفي الغرزة الرابعة هدخل بالابرة اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. بعد كده الغرزتين اللي بعديهم تاني منزلقة. ادي 1 وادي 2. بعد كده الشغل هتروحوا جايبينه حاطينه فوق الخيط كده، وابتدي بقى اشتغل في الدايرة بتاعتي. فهشتغل الاول 5 سلسلة، هلف الخيط على الابرة في قلب الدايرة برضو الصغيرة اللي اتكونت عندي. هتلاقوها دايرة صغيرة قوي، بس بمجرد ما تشتغلوا فيها اول عمود هتكبر معاكم. ادي العمود الاول 5 سلسلة تاني، ادي العمود التاني 5 سلسلة، وادي العمود التالت. بعد كده 3 سلسلة، وتأكدوا بس ان الشغل كده اهو عدلة الشغل. هاجي بقى هنا هعد 1 2 في الغرزة التانية هدخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. بعد كده هروح جايبة الشغل برضو حاطه فوق الخيط كده، وهشتغل سلسلة واحدة، وهاجي في نفس الفراغ واشتغل غرزة حشو. بعد كده الف الخيط على الابرة في الفراغ اللي بعده 4 عواميد بلفة. 1 2 3 وادي 4. بعد كده ارجع اشتغل 3 عواميد بلفتين. 1 2 3. قبل ما اشتغل بقى ال5 سلاسل واقفل الرسمة هسحب كده الخيط، وادي الشغل وش الشغل، فهشبكها هنا. يعني هاجي كده هسيب البتلة دي اللي قدامها في البتلة التانية، ادي ال5 سلاسل بعديها العمود، هدخل في الحلقتين بتوع العمود زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع اسحب الحلقة اهي، اطلعها كده وارجع اشتغل 5 سلسلة تاني، واجي في نفس المكان واشتغل تاني منزلقة. يبقى انا كده شبكت الوردة بالوردة.
بعد كده هكمل بقى شغل عادي خالص. هلف الخيط على الابرة وفي الفراغ اللي بعده اشتغل تاني 4 عواميد. بعد كده اشتغل 3 عواميد بلفتي. طبعا تقدروا تعملوا من الغرزة دي مفرش، هتبقى حلوة جدا. بعد كده اشتغل 5 سلسلة واقفل بقى بنفس الطريقة واخش على الفراغ اللي بعده اشتغل برضو 4 عواميد بلفتين. بعد كده 3 عواميد بلفتين. زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هرجع بقى اكرر نفس الوردة دي، فارجع تاني اشتغل برضو 14 سلسلة، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وارجع تاني في الغرزة الرابعة ادخل اسحب الخيط واطلع منزلقة، وبعدين هشتغل غرزتين منزلقة. ادي 1 2 ونفس الكلام هروح جايبه الشغل كده معديه من فوق الخيط وارجع اشتغل 5 سلسله. هلف الخيط على الابره وهيجي في قلب الدايره الصغيره اللي اتكونت عندي واشتغل عمود بلفه. 5 سلسله تاني، عمود بلفه كمان مره، خمسة سلسلة، عمود بلفة تاني، وارجع اقفل 3 سلسلة واتأكد ان الشغل وشه اهو، وهتجيبه هنا. ادي الغرزة الاولى. في الغرزة التانية هدخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة. بعد كده برضو اجيب الشغل الفه فوق الخيط، اشتغل سلسلة واحدة في نفس الفراغ غرزة حشو. بعد كده الفراغ اللي بعده ارجع تاني 4 عواميد بلفة الاول، بعد كده 3 عواميد بلفتين. ادي العمود الاول، التاني، وادي التالت. بعد كده بسحب كده الخيط وادي الشغل والشغل في البتلة اللي بعديها برضو نفس الكلام. اول عمود بعد ال5 سلاسل بدخل بالحلقتين كده، اروح سحبة الخيط واشتغل 5 سلسلة، 3 4 دي 5، واجي برضو في نفس المكان واشتغل منزلق، وعلى طول هنتقل للفراغ اللي بعده هشتغل 4 عواميد، بعد كده 3 عواميد بلفتين.
بعد كده اقفل ب5 سلسلة. الفراغ اللي بعده هرجع تاني 4 عواميد، تلات عواميد بلفتين. وادي 3. لو انتوا بقى هتكملوا شغل تاني، يعني عايزين تطولوا عن كده، لو هتطولوا الشغل هتعرضوه عن كده، هتبتدوا تكرروا نفس الوحدات اللي انا عملتها دي ودي، هتبتدوا تكرروا تاني 14 سلسلة، ونبتدي نكرر زي بالظبط الجزء ده. ببتدي اكرر الوحدات تاني. بما ان انا هكتفي بالجزء ده، فهبتدي ارجع كده تاني وابتدي ارتفع للسطر اللي بعده. فهاجي كده اروح شغالة 5 سلسلة، 3 4 دي 5، واجي في نفس الفراغ واشتغل منزلقة، وعلى طول انتقل للفراغ الاخير واشتغل برضو 4 عواميد 2 3 4. بعد كده 3 عواميد بلفتين، بعد كده مش هقفل بقى ب5 سلسلة. شايفين السلاسل اللي انا كنت سايباها دي دول 5، فهاجي في السلسلة الاخيرة هدخل اسحب الخيط واطلع منزلقة، يبقى انا خلصت الوردة بتاعتي. بصوا مفيش اسهل من كده. بعد كده ارجع اشتغل 5 سلسلة، واجي في الفراغ اللي بعده على طول اقفل الوردة بتاعتي عشان انا مكنتش عاملة فيها ال5 سلسلة، اقفلها. هلف الخيط على الابرة وفي الفراغ الاخير ارجع اشتغل 4 عواميد، بعد كده 3 عواميد بلفتين، اتنين 3. وعلى طول دول 5 سلاسل. هيجي في السلسلة الأخيرة اروح قافلة منزلقة، فهتلاقوا الوردة التانية كمان اتكونت عندي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده عندي الوردة الأخيرة برضو هقفل الأول ب5 سلسلة في الفراغ اهو، واروح قافلة بمنزلقة. بعد كده عندي البتلة الأخيرة هنا هرجع اشتغل برضو تاني 4 عواميد، بعد كده 3 عواميد بلفتين، 1 2 3. بعد كده على طول هبتدي السطر اللي بعده، مش هقفل برضو ب5 عواميد، هبتدي على طول في السطر اللي بعده. السطر اللي بعده برضو برجع اشتغل 14 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 سلسلة. انا هنا اشتغلت ال14 سلسلة. بعد كده برجع برضو هاجي في الغرزة الرابعة 1 2 3 في الغرزة الرابعة، هطلع منزلقة، هطلع مرة واحدة، بعد كده 2 غرزة منزلقة،
1 وفي الغرزة اللي بعديها 2. بعد كده نفس الكلام بروح جايبة الشغل كده على عدلته وألفه من فوق الخيط واشتغل 5 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة وهيجي في قلب الدايرة الصغيرة واشتغل عمود. عمود بلفة وارجع تاني 5 سلسلة في نفس الدايرة، عمود تاني بلفة وارجع تاني 5 سلسلة، عمود تاني بلفة. يبقى كده انا اشتغلت العواميد بتاعتي. بعد كده برجع 3 سلسلة وهاجي هنا في الغرزة التانية 1 2 هدخل اسحب الخيط واطلع مرة واحدة منزلقة، وبرضو بروح جايبة الشغل كده ومعديه من فوق الخيط واشتغل غرزة واحدة نفس المكان، غرزة حشو، وعلى طول في الفراغ اللي بعده 4 عواميد بلفة بعد كده 3 عواميد بلفتين بعد كده هبتدي اشبك. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان يكون وش الشغل مع وش الشغل عشان اشبك. هشبك فين؟ هاجي في الجزء ده ادخل كده في لفتين واروح سحبة الحلقة. بعد كده على طول اشتغل 5 سلسلة وهاجي في نفس الفراغ واشتغل غرزة حشو. بعد كده هلف الخيط على الإبرة وهاجي في الوحدة اللي جنبيها واشتغل تاني 4 عواميد بلفة 3 4. بعد كده 3 عواميد بلفتين تلاتة. بعد كده هنتقل على طول للوحدة التانية. يبقى احنا كده لحد هنا وننتقل للوحدة التانية اللي هي عبارة عن 14 سلسلة. هعمل 14 سلسلة وابتدي في الدايرة بتاعتي ونشوف هنشبك ازاي. هنا اهو بدأنا الوحدة التانية وخلصتها، هشبكها الاول هنا. فهيجي برضو في نفس الغرزة اللي دخلت فيها عشان اشبك الجزء ده، هخش في نفس الغرزة واسحب الحلقة بتاعتي وارجع اشتغل 5 سلسلة واجي في نفس الفراغ واشتغل منزلقة. وبعدين هنتقل للفراغ اللي بعده على طول ب4 عواميد بلفة ادي 4. بعد كده 3 عواميد بلفتين
وخلي بالكوا السطر التاني ده هو السطر اللي انتوا هتكرروه لحد ما توصلوا المقاس اللي انتوا عايزينه. بسحب كده الخيط وبشبك على طول بين الوردة التانية والتالتة. هرجع اشبك هنا برضو، بدخل في الغرزة اللي في النص واسحب الخيط وارجع اشتغل 5 سلسلة، واجي في نفس المكان هدخل واشتغل منزلقة. بعد كده هنتقل للفراغ اللي بعده على طول، عمود 2 3 وادي العمود الرابع. بعد كده 3 عواميد بلفتين، 1 2 3. فهتلاقوا زي ما انتوا شايفين كده. يبقى احنا كده اشتغلنا الوحدة نص الوحدة الاولى، بشتغل جزئين بس. بعد كده بقية الوحدات بشتغل 3، وبعدين بعمل الوحدة التالتة اللي هي هتبقى عبارة برضو عن 14 سلسلة. هنا اهو بعد ما خلصت الوحدة التالتة هنا دي، هرجع اشبك الكلام ده هنا، والوحدة التانية هنشبكها هنا. فهاجي كده هدخل برضو في النص كده هنا في نفس الغرزة، واروح سحبة الحلقة بتاعتي وارجع اشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 دي 5. نفس المكان اطلع منزلقة، كلف الخيط على الابرة، وفي الفراغ اللي بعده اشتغل برضو 4 عواميد، 1 2 3 4. بعد كده 3 عواميد بلفتين، 1 2 3. اسحب وهاجي في الفراغ الاخير هنا بقى. شايفين الوحدة دي؟ هاجي فوق العمود اللي بعد ال5 سلسلة، هدخل في الحلقتين كده واروح سحبة حلقة بتاعتي كده، وارجع اشتغل 5 سلسلة، 4 5، واجي في نفس الفراغ اشتغل غرزة منزلقة، وعلى طول هنتقل للفراغ اللي بعده 4 عواميد بلفة، بعد كده 3 عواميد بلفتين، بعد كده 5 سلسلة، وفي نفس المكان هدخل واشتغل منزلقة، وعلى طول هنتقل للفراغ اللي بعده، هرجع اشتغل برضو 4 عواميد، بعد كده 3 عواميد بلفتين، 1 2 3. وهاجي اقفل بقى في ال5 عواميد اللي جنبي دول على طول. في الغرزة الأخيرة هدخل واشتغل منزلقة، لو الوحدة اتشبكت كده زي ما انتوا شايفين. وارجع بقى اكرر نفس الكلام في الوحدة اللي جنبيها، اشتغل 5 سلسلة الاول،
واجي برضو على اخر الوحدة ادخل في نفس المكان واشتغل منزلقة، وعلى طول الفراغ اللي بعده ارجع اشتغل 4 عواميد بلفة، بعد كده 3 عواميد بلفتين. وعلى طول في الغرزة الأخيرة اشتغل منزلقة. هنا هروح عاملة 5 سلسلة الأول واقفل في الفراغ، وهشتغل في الوحدة اللي قبل الأخيرة بس عشان انتقل للسطر اللي بعده. بعد كده 3 عواميد بلفتين. تبقى زي ما انتوا شايفين كده. السطر الجاي بروح عايدة نفس السطر ده بالظبط زي ما عملته، ببقى سايبة بس الوحدة دي، بعيد تاني حسب ما انا عايزة، حسب الطول او المقاس اللي انا حباه. فبرجع تاني اشتغل 14 سلسلة وارجع اكمل تاني وارجع اقفل زي بالظبط الوحدة دي. بعد ما اشتغلت كذا دور زي ما انتوا شايفين هتلاقوني سايبة هنا وهنا وهنا. بعد ما بقفل دي ما بشتغلش بقى ال 14 سلسلة، انا خلاص اكتفيت بالجزء ده، فبروح شغالة ال5 سلسلة بس، واجي في نفس المكان هنا اقفل الشغل بتاعي، وعلى طول انتقل للوحدة او الفراغ اللي بعده برضو ب4 عواميد بلفة، بعد كده 3 عواميد بلفتين، وعلى طول هاجي في ال5 سلاسل اللي جنبيهم، فهاجي في الغرزة الأخيرة هدخل أسحب واطلع منزلق، وانتقل على طول 5 سلسلة للوحدة اللي بعديها، اقفل بمنزلقة واخش على الوحدة اللي بعديها وارجع اشتغل ال4 عواميد بلفة، بعد كده 3 عواميد بلفتين، وعلى طول هاجي في الغرزة الأخيرة واشتغل منزلقة زي ما انتوا شايفين، واكرر نفس الكلام 5 سلسلة، وعلى طول في الفراغ اللي بعده منزلقة، بعد كده هاجي هنا هشتغل ال4 عواميد، بعد كده 3 عواميد بلفتين، وعلى طول هاجي برضو في الغرزة الأخيرة هدخل واسحب واطلع منزلق. بعدين عندي دول ما كنتش مكملهم 5 سلسلة، واروح قافلة ال5 سلسلة بتوعي، وبتبقى خلصت الوحدة معايا كده زي ما انتوا شايفين. سهلة جدا، بسيطة، سريعة، ما بتاخدش خيط. اتمنى يا رب انها تعجبكم، تقدروا تعملوا منها حاجات كتير، ملابس، شنط، مفارش، حاجات كتيرة جدا. اتمنى انها تكون عجبتكم. لو في اي مشكلة ابعتولي في الكومنتات وقولولي. شكرا.